يا صباح الخير عليكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا بأحسن حال وصحة، ورمضان كريم عليكم وعلى جميع العائلات المصرية طبعا. حبيت إن أنا أشارككم البودكاست ده وأتكلم في موضوع كده طبعا يشغل بال ناس كتير جدا ويشغلني شخصيا، وهو الفرق بين رمضان زمان ورمضان في الوقت الحالي. طبعا مش هتكلم بس عن فرق التكنولوجيا طبعا وظهور الموبايلات وظهور ال AI والذكاء الاصطناعي وكده. مش دي الفكرة بصراحة، لأن أنا شايفة إن هي مش مؤثرة أوي. اللي مؤثر الأشياء البسيطة اللي إحنا المفروض نستمتع بيها. زمان قبل ما يعني التكنولوجيا دي تهجم أوي كده، آه، يعني الفانوس كان منتشر أكتر من كده. كان مع الأطفال، كان اللي بيجيب هدية لابنه واللي يجيب هدية لبنته. آه، على هذا يعني كان يفرح بيه جدا حتة الفانوس اللي هو ويروح ويجيب الأمهات يروحوا يجيبوا الفوانيس لأولادهم أو أو ما شابه يعني. طبعا أنا من الجيل اللي هو إيه، كان بداية من يعني حضر الفانوس أبو شمعة. طبعا اللي ما يعرفش الفانوس أبو شمعة ده، كان فانوس كده صاج ليه باب. الباب ده بيتفتح كده ونجيب كيس شمع، ونولع الشمعة ونحط الشمعة جوه الفانوس ونقفل الباب كده. تمام. وبعد الفطار بنخرج بقى نحتفل برمضان، احنا والأطفال يعني زمان. طبعا أنا بقول لكم البساطة دي بتخلي الحاجات معاني، يعني غير بقى طبعا بعدها بسنتين تلاتة كده، أو ساعتها كان موجود برضه الفوانيس اللي هي بتشتغل بالبطارية ولمبة وكده. بعدها بقى خلاص انتهى بقى، وكان بيلسعنا. وبرغم إن هو كان يعني كان بيلسعنا بس كنا مستمتعين. أنا بقول إن إيه الحاجات البسيطة دي كانت بتسعد بتسعد الجميع بصراحة. طبعا ما شابه بقى بنعلق الزينة بقى وحاجات بقى اللي هي الصواريخ والبومب والحاجات دي. ظهر بقى أو مش ظهر ساعتها، لأ كان موجود، بس إحنا بقى إيه، يعني عايزين بقى نجرب الفانوس اللي هو إيه بيشتغل بالبطارية. ف نلح طبعا على أمهاتنا، إحنا عايزين الفانوس اللي هو الجديد ده وكده. وهكذا وناخد الفانوس ونطفي النور طبعا وعشان الفانوس بتاعنا يظهر، ونحتفل بيه برضه بعد الفطار. وطبعا كلنا بقى ايه في الحتة بتاعتنا في المنطقة نحتفل بيه بعد الفطار مباشرة يعني. طبعا ساعتها ما كانش فيه موبايلات بقى خالص، ولا حتى ابو زراير يعني. الكلام ده انا بتكلم مثلا في يعني في نص التسعينات. اللي من جيلي يعني عارف الوقت ده كانت الدنيا ماشية ازاي. طبعا انا من برضه من الجيل اللي هو ايه حضر في اواخر الفوازير يعني، ما كنت عليها طشاش كده. بعد كده بقى ايه، في الألفية الجديدة ظهر الموبايل. وكان بقى حاجة غريبة علينا يعني، ايه موبايل وتتصل وازاي من غير سلك، من غير كابل. احنا قعدنا يعني، والدي قدم على التليفون الأرضي، جه بعدها ب9 سنين فايه التليفون اللي من غير كابل ده وتمسكه وتبقى ماشي في الشارع كده بتتكلم بيه عادي يعني. حاجة غريبة. فكان قليل اللي معاه موبايل يعني، ما كانش أي حد معاه موبايل. بعد كده بقى ظهر انتشر قوي
من ثم بعد كده بقى اللي ظهر الموبايل التاتش وانتوا عارفين بقى اللي حصل. بس الحاجات بقى اللي هي انا بتكلم فيها البساطة فقدناها شوية. حتة ان نستمتع بأقل الأشياء دي مش موجودة، لأ. بقت التكنولوجيا سهلت علينا حاجات كتير جدا. برضو أنا بقول إن هو مش من الضروري إن التكنولوجيا العيب، لأ. العيب فينا إحنا اللي المفروض نركن شوية للتكنولوجيا ونستمتع بالحاجات البسيطة. ومش رجعية على فكرة، يعني مش معنى إن إحنا نعمل كده نبقى راجعين، لأ، ده بالعكس عشان نستمتع ببقية الحاجات اللي عندنا، ما يبقاش كله إيه قدام الموبايل وقدام التابلت ليل ونهار يعني. آه، اللي يحب يمارس هواية يمارسها، اللي يحب يستمتع بأي حاجة القراءة يعني بكتاب. أو ممكن نستغل الموبايل إن إحنا نقرأ يعني. لأن إحنا مفتقدين القراءة. ثانيا يعني التعلم من خلال التكنولوجيا دي حاجة تانية نبقى نتكلم فيها بعد. لكن رمضان بقى إيه القصة بتاعت الفرق ما بين زمان والفرق ودلوقتي؟ لا، في فرق في الروح. الروح مش هي أو الروح زمان كانت فيها سعادة أكتر، فيها الناس بتجتمع مع بعض أكتر، إذا كان في الشارع على الناصية جوه البيوت. مش شرط يفطروا مع بعض يعني. العزومات دي مش هي دليل فرحة رمضان يعني. هي حاجة من ضمن طبعا الشكليات رمضان، ولكن مش أساسيات رمضان. أساسيات رمضان إن الكل بيفرح في نفس الوقت. دي حاجة بتبقى في منتهى السعادة عند الشخص. آه، ناهيك بقى عن لما عند السحور تفطروا في وقت وتسحروا في وقت وتتجمعوا في وقت كعيلة يعني. دي برضو المفروض يعني تبقى أكتر من كده، لأن هي زمان كانت بس عن الموبايل كان زمان أكتر من كده. آه، بس أنا حبيت إن أنا أتكلم في النقطة دي، لأن بصراحة هي شغلاني جدا من كام سنة. يعني شغلاني، ولو حضراتكم يعني حد حابب يعني عنده حاجة إضافة في إن هو شايف إن لأ أنت غلط يتكلم عادي، أنا بقبل النقد. رمضان هو ضيف جميل، بنتمنى إن هو يبقى أكتر من 30 يوم. آه، لكن الأشخاص هم اللي اتغيروا شوية، ودي الحاجة اللي اللي المفروض ترجع تاني، وإن إحنا يعني قلوبنا تبقى على بعض أكتر من كده. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، ويديم عليكم الصحة والستر، وتعيشوا في أحسن حال.